سمعت قبل كده عن قصة رونالد ريد عامل النظافة اللي كان بيمتلك 8 مليون دولار في حسابه وقت وفاته في 2014. أيوة أنت سمعت صح، عامل نظافة و8 مليون دولار، ولا هو ما كسبش الفلوس ولا ورثها. كيفية تصرفك مع المال أحيانا بيكون أهم من قد إيه أنت ذكي. فحتى لو مش معاك أعلى الشهادات أو شغال في أكبر المناصب، ممكن تبقى غني من إنك بس بتتصرف بطريقة صحيحة وما بتخليش أحاسيسك تأثر في قراراتك المالية. ولو انت حواليك اشخاص بنفس تعليمك ومستواك الثقافي واحيانا بيتقاضوا نفس الاجر ولكنهم ماديا افضل منك، فهنا علاقتك وطريقة تفكيرك في المال لازم تتغير. هنتكلم عن اهم الدروس من كتاب سيكولوجية المال لمورجان هاوسل. لو انت لسه موجود في الحلقة لدلوقتي، ده بيديني معلومة مهمة جدا عنك، انك مش في الوضع المادي اللي نفسك فيه. وده يودينا لنقطة مهمة، وهي الحمض النووي للمال الخاص بينا. أنا وإنت وناس كتير بنتبرمج من وإحنا صغيرين على طريقة التفكير في المال وإزاي نتعامل معاه، والبرمجة دي بتخلينا نتعامل مع المال ده بناء على تجربتنا ووجهة نظرنا للحياة، وأحيانا بناء على مشاعرنا وشهواتنا بدون حسبة للعواقب. لو أنا دلوقتي يا صديقي اديتك مليون دولار وقلت لك الفلوس دي بتاعتك اعمل فيها ما بدلك، فغالبا هتخسر الفلوس دي في اول سنة، واحتمال اقل من كده بكتير. وده راجع لسوء ادارتنا للمال. ادارتك للمال اهم من كيفية الحصول على المال. تقدر تشتغل في اي شغلانة سواء كان مرتبها عالي او قليل وتبقى شخص مرتاح ماديا. كل ده بيعتمد على ادارتك للمال، بتصرفه ازاي وبتقسمه ازاي. انت دلوقتي قبضت مرتبك او جالك مبلغ من المال، المبلغ ده يعتبر الدخل بتاعك. افضل طريقة هي انك بمجرد ما تحصل على الراتب ده انك تقسمه، وليكن بالشكل ده. هتحط 50% للالتزامات بتاعتك، الايجار والعلاج والاكل والشرب وايا كانت التزاماتك، وهتحط 25% للكماليات، الفسح والخروجات وكوبايات القهوة اللي انت عايز تشتريها، وال25% اللي متبقيين هتحطهم ادخار. الاكتفاء مش معنى انك تعيش بحسابات معينة انك شخص بخيل او عايش في تقطير وضيق، ولكنك بتحسب كيفية صرفك للمال ده. يعني ما تشتريش حاجة إلا وإنت محتاجها، ولكن لو معاك بزيادة ما تحرمش نفسك. كتير مننا بيشتري بعض المنتجات بناء على إحساسه وإنه مش عايز يفوت الحاجة الجديدة اللي نزلت. ونقطة الشراء بالإحساس أو إنك نفسك في حاجة معينة وعايز تشتريها لمجرد إنك حاسس إنك عايز تشتري الحاجة دي، تقدر تعالجها بإنك تسأل نفسك في كل مرة هل أنا محتاج للشيء ده ولا لأ. يعني كتير مننا عايز يشتري تليفون آيفون مع إنه نسبيا غالي بالنسبة لدولنا العربية، ولكن اللي بيكون عايزه مش عايزه علشان هو تليفون خارق للطبيعة، ولكنه عايزه علشان يتصور والتفاحة تبان. فهل أنا محتاجه جدا ولا في حاجة تانية أهم منه؟ أول طريق للثراء الادخار. وارن بافيت وهو من أغنى الرجال في العالم بدأ يدخر من وهو عنده 10 سنين، ولما وصل 30 سنة كانت ثروته 1 مليون دولار. حاليا ثروته أكتر من 35 مليار دولار، ولكن مش من الادخار فقط، وهنتكلم عن النقطة دي كمان شوية. ولكن الأول خلينا نتكلم عن إزاي أكسب المال أصلا علشان أديره أو أدخره. لما بتتخرج من الجامعة غالبا بتشتغل في وظيفة، أو لو معاك مبلغ بتفتح مشروع، ولكن خلينا نتكلم عن أغلبيتنا بنشتغل في وظيفة. إزاي أعلي المرتب بتاعي؟ كتير تلاقي في شركة شخصين نفس التعليم ونفس سنة التخرج، ولكن واحد منهم بيعمل فلوس أكتر، وده لأنه بيقدم قيمة أعلى. معادلة الثراء هي كالآتي: الفلوس بتساوي قيمة مقدمة، والقيمة دي غالبا بتكون حل لمشكلة، وكل ما كان الحل كبير كل ما كانت الفلوس أكتر. فأنت عليك إنك تفكر إزاي أقدر أقدم قيمة في السوق تحل مشكلة، وبناء عليه أحصل على فلوس كتير. نفس الفكرة بالنسبة لو فتحت مشروع، كل ما كان المشروع بتاعك فريد من نوعه وبيحل مشكلة بشكل فعلي، كل ما المقابل اللي هتحصل عليه هيكون أعلى. هنا يا صديقي بمجرد ما تحصل على المال ده ما ينفعش تعيش أعلى من مرتبك، هتلاقي نفسك آخر الشهر عليك ديون. ولكن عيش بأقل من مرتبك، بحيث زي ما قلنا تقدر تدخر 25% من مرتبك. فكرة انك تعيش بأقل من دخلك هتديك شوية حرية. ازاي يعني لو عشت بأقل من دخلي هحس بالحرية؟
ده لانك لو بتصرف اكتر من دخلك هتضطر انك يا اما تدور على شغلانة تانية علشان تكفي الصرف ده، يا اما تتدين وتعيش على فكرة الدين بشكل مستمر. وهنا نفرق ما بين الغنى الشكلي والغنى الفعلي. مش البيت ولا العربية هم اللي هيخلوك تكسب احترام الناس. الناس بتكون معجبة بعربيتك مش بيك شخصيا، وخصوصا لو صرفت كل فلوسك على المظاهر. الأهم انك تكون غني فعليا، والزيادة بعد كده اشتري بيها البيت والعربية اللي انت عايزها. والأهم من الفلوس هو الوقت، لأنك لو خسرت فلوس فتقدر بعد كده تعملها تاني، ولكن الوقت ما تقدرش تعمل منه تاني. فكل ما تدخر فلوس أكتر كل ما ده هيديك حرية في الوقت أكتر. بعد فترة من الوقت لما تدخر مبلغ معين من المال تنتقل بعد كده للخطوة الجاية، الاستثمار. لأن الفلوس يا صديقي لما بتفضل فلوس زي ما هي في إيدك، أو حتى لو عينها تحت السرير أو عينها في البنك، فهي بتخسر قيمتها مع الوقت، وده طبعا بسبب التضخم. ولكن أفضل طريقة هي الاستثمار. لو المبلغ مش عالي قوي إنك مثلا تشتري بيه عقار، فاشتري بيه ذهب. ده مش استثمار، ولكنه هيحافظ على قيمة الفلوس لحد ما تلاقي معاك مبلغ كويس تقدر انك تستثمره في العقارات مثلا او في اي حاجة انت عايزها، بحيث تزود فلوسك بشكل اسرع. سيب مساحة للخطأ. لو لا قدر الله اي حاجة حصلت غلط، حالتك النفسية بتكون مش كويسة، فتاخد بالك وانت بتاخد قراراتك في المرحلة دي، ان لو حصل اي حاجة غلط في الاستثمار بتاعك فيكون في فلوس انت عاينها تقدر تديك المساحة انك تفكر بشكل ما يأزمش الامور. وتاخد بالك انك في الفترة دي وانت نفسيتك سيئة هتاخد قرارات مالية سيئة جدا، ولكن حافظ على هدوءك بشكل تام في اثناء الازمات. ما تعيش اليوم بيومه. بشوف شباب كتير خصوصا في مجتمعنا العربي لما بيقبضوا المرتب بيصرفوه بسرعة جدا بدون التفكير في المستقبل. ولما تسأله انت ليه بتعمل كده يقولك بستمتع بوقتي، يا عالم هنعيش لبكرة ولا لأ. الناس ما عندهاش فكرة هم بعد 5 سنين أو 10 سنين حياتهم المادية هتكون فين. هو عايش للنهاردة وبس. مع انك لو سألته انت اتغيرت قد ايه في خلال 10 سنين اللي فاتوا هيقدر يجاوب، ولكن ما يقدرش يقولك هو هيتغير قد ايه في خلال 10 سنين اللي جايين. فلازم تعمل حسابك للمستقبل. زي ما بيقال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فاعمل لدنياك على حسبة انك هتعيش على طول. ما ينفعش تصرف الفلوس كده وخلاص، ولكن لازم يكون ليها حسبة بتدخل بيها، وكمان إدارة معينة للمال ده بحيث أصرف وادخر وما يكونش عليا ديون، وعندي كمان حرية ووقت. احنا كائنات بنتحرك بمشاعرنا وبنصرف فلوسنا بمشاعرنا، ولكن القرارات المالية الممتازة بتتاخد بشكل عاقل وبيكون ليها أسبابها وحسبتها من حيث المكسب والخسارة. واللي هيساعدك أكتر إنك تدير المال ده بشكل سليم هو إنك يكون عندك عادات بتساعدك إنك تعمل الإدارة بشكل تلقائي وبدون مجهود. وعلشان تكون العادات دي شوف حلقة العادات الذرية من هنا. لو الحلقة عجبتك يا صديقي والمحتوى فادك، شرفني باشتراكك في القناة، وأشوفك إن شاء الله في حلقات جاية.